يا صديق. اهلا اهلا يا اختي، اتفضلي. ده انا بضرب الجرس بقالي ربع ساعه. معلش، اصل طول الليل ما نمناش. بعد الشر يا اختي على سي صادق، ده احنا سامعينه طول الليل وهو بينازح. كان عنده ايه يا صديق؟ لا، ده اللي كان بينازع جوز خالتي. جابوه امبارح من البلد وكان تعبان قوي، وهم خدوه الصبح وراحوا بيه القصر العيني. ده يا عيني ما نمشي ولا دقيقه واحده. ده احنا طول الليل سامعينه وطبعا بندعيله. ومين اللي نام يا ست منير؟ طبعا اذا كنا احنا اللي في الشقه اللي قصادكوا طول الليل سهرانين. هو كنا فاكرينه سي صادق الراجل الطيب الامير. واحد غيره كان قال لي مع السلامه انت واهلك. ده راح الشغل ودماغه زي البيضه الممششه من قله النوم. طبعا، وخصوصا شقتكوا اوضه واحده وصاله مترين في مترين. ينام ازاي بقى؟ هم اهلك ما كانوش عارفين انها اوضه واحده؟ كانوا فاكرين انني ساكنه في دوار 5 اوض. بس خلي بالك يا صديقه، الراجل زي الجمل، يفضل يستحمل يستحمل واخرتها ينفجر ولا حدش يقدر يطيقه. عندك حق، بس احنا بقى اتورطنا وما عرفناش نتصرف. الحمد لله انها جت على ليله. طيب اسيبك انا بقى وخش كملي نومك اذا كان ما وراكيش حاجه. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 بعد الظهر. 2؟ يا لهوي، ده انا نمت زي القتيله، ما عرفتش راسي من رجلي. ده زمان سي صادق جاي. سي صادق، في حاجه مزعلاك؟ انا كنت هترفد النهارده من الشغل بسبب اهلك يا ست صديقه. يا لهوي، تترفد؟ امال ايه؟ واحد طول الليل ما نامش يعمل ايه؟ لخبطت في الحسابات وكنت هودي المدير في داهيه معايا، وفضلوا الموظفين يترجوه لغايه ما رسيت على خصم 3 ايام من ماهيتي. معلش يا اخوي، حقك عليا يا سي صادق، مش هتحصل تاني ابدا. انا هدخل انام وما تصحينيش الا لما اقوم بنفسي. حاضر، واني هخش اعمل الكشري.